كشف ضابط في الجيش الجزائري كان على تواصل مع أمير ديزاد أن الدرون المغربية لم تكتفي بجمع المعلومات على القواعد العسكرية الجزائرية المتاخمة للحدود مع المغرب، بل وصل تحليقها إلى مخازن الأسلحة في وهران أمام عجز الكبرانات عن استهدافها رغم استعمال منظومة بانسير. ووفق اعترافات الضابط الجزائري الذي رفض الكشف عن هويته حفاظا على منصبه، وأن نظام الكبرانات قدم احتجاجا للأمم المتحدة عن طريق رسالة سرية، وأن الكبرانات وإعلامهم يخافون الحديث علنا عن الحادث خوفا من صورتهم في الداخل الجزائري، مشيرا أن فرنسا كانت ستزود الجيش الجزائري بأنظمة مضادة لدرون التجسس هيمرس 900 الجيل الحديث، والذي يتوفر عليه الجيش المغربي والذي يصعب اكتشافه في السماء. لكن تراجع فرنسا في آخر لحظة أزم العلاقات الفرنسية الجزائرية من جديد، الشيء الذي جعل تبون يحلق إلى روسيا على عجل لنفس الغرض. وأطلق تبون من موسكو تصريحات استعجنها قادة الجيش الجزائري، حيث قال آنذاك أن روسيا هي التي تصون استقلالهم، مطالبا روسيا حماية الجزائر. تبون لم يطلب الحماية الروسية عبثا، بل جاء ذلك بعد تيقنه بأن المغرب أصبح يمتلك أسلحة خطيرة قادرة على ضرب العمق الجزائري دون حتى اكتشافها. وأضاف الضابط السالف الذكر أن الجزائريين المحتجين يعلمون علم اليقين أن روسيا ليست لديها إمكانية تزويد الجزائر بأي نظام مضاد للدرون التجسس المغربي هيرمس، لأنه يحلق فوق مدى بانسر وغيره رغم تودد وانبطاح تبون لروسيا. ومنذ انسحاب البوليساريو من وقف إطلاق النار والتصعيد الجزائري ضد المغرب، عمل الجيش المغربي على تسريع تحديث قواته المسلحة من أجل حماية وحدته الترابية والتصدي للهجمات الإرهابية التي تحاول عصابات البوليساريو الانفصالية القيام بها بدعم من النظام العسكري الجزائري. وأعلنت وزارة الدفاع المغربية أنها نظمت 47 تمرينا عسكريا مع العديد من الدول بهدف رفع الجاهزية والأداء وتطوير القدرات الميدانية للجيش المغربي. وأضاف تقرير للوزارة أن الوزارة قامت بالعديد من التمارين العسكرية المشتركة بهدف توطيد الروابط الثنائية ورفع الجاهزية والأداء وتطوير القدرات الميدانية وإثراء التجارب والخبرات. ويولي العاهل المغربي الملك محمد السادس عناية خاصة لورش تحديث القوات المسلحة الملكية، وأكد في هذا الصدد في خطاب توجيهي للقوات المغربية أن التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية العسكرية للقوات المغربية.